هذا هو الباحث الشهير ألكسندر فليمنغ. فليمنغ حصل على جائزة نوبل في الطب لأنه إنسان فوضوي وما هو مرتب. طبعا هو ما أخذ الجائزة بناء على أطباعه، لكن هذه الأطباع أدت إلى اكتشاف مهم جدا في تاريخ البشرية. القصة تبدي من مختبر فليمنغ. بهذا المختبر كان يسوي تجارب على البكتيريا. قرر فليمنغ ياخذ إجازة وترك المختبر بدون ما ينظفه ولا يرتبه. لما رجع من إجازته اكتشف أن العفن انتشر وقضى على البكتيريا اللي كان يربيها. حلل الموضوع، اكتشف أن العفن في نوع من الفطريات اسمه بنسيليوم. البنسيليوم واللي قدر يقضي على البكتيريا هو أساس البنسلين. البنسلين هو أحد أهم وأشهر المضادات الحيوية اللي أنقذت حياة ملايين البشر. بسبب هذا الاكتشاف حصل فليمنغ على جائزة نوبل في الطب. الكاتب مايكل هارت صنف ألكسندر فليمنغ الشخصية رقم 43 في قائمة أكثر البشر تأثيرا في التاريخ. يعني باختصار هذا الشخص اكتشف أحد أهم الأدوية في التاريخ لأنه إنسان ما ينظف ولا يرتب مختبره. الحكمة هني مو أنك تكون إنسان فوضوي وغير مرتب، لكن مثل ما قال ألكسندر فليمنغ بعد ما حصل على جائزة نوبل، أحيانا الأشياء اللي تدور عليها ما تلاقيها، والأشياء اللي ما تدور عليها تلاقيها. كانت هذه أحد أشهر قصص التاريخ، قصة فليمنغ مع البنسلين. هذا اللي عندي اليوم ويعطيكم العافية.